التي فرضتها الإدارة الأمريكية على 19 شخصية وشركة إيرانية أضافتها إلى ما تسمى لائحتها السوداء. ووصفت الخارجية الإيرانية العقوبات بأنها تخالف اتفاق جنيف، وقالت إنها تدرس الوضع لاتخاذ ردة الفعل المناسبة. هذا وكان مسؤولون إيرانيون حذروا مسبقا من إلغاء اتفاق جنيف في حال فرض الغرب عقوبات جديدة على طهران. عمر هواش والتفاصيل. دون أن يختم المباحثات إلى طهران، حزم فريق التفاوض الإيراني حقائبه عائدا من فيينا، فالإدارة الأمريكية نقضت اتفاق جنيف وفرضت حزمة عقوبات جديدة. أولى ردود الفعل جاءت من الخارجية الإيرانية. كبير المفاوضين عباس عراقجي قال إن الخطوة الأمريكية ستقابلها طهران بالرد المناسب. المتحدثة باسم الخارجية مرضية أفخم وصفت العقوبات بغير البناءة، وقالت إن على الأمريكيين أن يتحملوا نتائج فعلتهم. كان ذلك رسمية. أما الموقف الشعبي فلم يختلف الأمر. في صلاة الجمعة أوصى الخطيب مسؤولي التفاوض وقال إن ابتسامة الغرب لا تعني حسن النوايا. على الفريق المفاوض أن يدرك حيل الغرب وألا يخضع بابتساماتهم، فهم من جهة يبتسمون ومن جهة أخرى يفرضون العقوبات على شعبنا، لكننا رغم العقوبات سوف نطور بلادنا. وكأن طهران وهي تبني جدار الثقة مع الغرب تعرف دهاليز اتخاذ القرار في مطبخ السياسة الأمريكي. حذرت في البرلمان والخارجية بأن اتفاق جنيف سيكون في مهب الريح حال فرض عقوبات جديدة. هذا في السياسة. أما لدى العسكريين فقال الحرس الثوري أن الاتفاق سيكون تحت أقدام العسكر عند أي تهديد. هنا يبرز السؤال المهم: وما مصير الاتفاق الآن؟ باعتقادي ستعيد إيران نظرتها في الاتفاق، وفي تلك الحال سوف تستمر في طريقها لنيل حقوقها وتتابع نشاطها النووي. أما الغرب فقد أخفق في امتحان الثقة وأثبت أن النظام الدولي يعاني مشكلة. هذا إن ألغي الاتفاق. أما وإن بقي قائمة فإن ما لا شك فيه أن اختراقا واضحة قد أصاب جدار الثقة وهو في طور البناء. قبل 10 أعوام هنا في طهران وقع الإيرانيون مع الغرب ما عرف حينها ببيان سعداباد، لكنه ألغي بعد فرض عقوبات تناقضت مع نص البيان. فهل سيكون مصير اتفاق جنيف شبيها بمصير بيان سعداباد؟ سؤال تبدو الإجابة عليه في ملعب كبار المسؤولين الإيرانيين. عمر هواش، فلسطين اليوم، طهران. في سياق متصل